تالنتو بالقاهرة. معنا الكابتن شهاب الدين أحمد لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي المصري السابق. حياك الله يا كابتن. حبيبي يا كابتن حسين. صراحة شغل مرتب يا كابتن. حبيبي أول حاجة الحمد لله على سلامتك الله ومنور. يسلمك حبيبي. وكان ليك وحشة طبعا احنا أكثر. حبيبي ودايما نتقابل على خير دايما كده حبيبي. الله يعطيك العافية. والله احنا اليوم قاعدين نشوف الشيء الجميل هذا المرتب، يعني مواهب ومستقبل مصر أكيد ما يحتاج، يعني حبيبي أكيد حيطلع منها إن شاء الله مواهب إن شاء الله المستقبل، يعني ما هو بغريب عليك يا كابتن. حبيبي يا حسين. وحنا والله اليوم جايين يعني نشكرك أول شيء على استضافة برنامج ساعة رياضية على اليوتيوب. نحاول نقدم شيء ونحاول نكتشف المواهب وهذا اللي حصل إنه تواصلنا معك، وما هو بغريب عليك يا كابتن شهاب. حبيبي يا حسين، زي ما قلت لك احنا بنحاول نجتهد ولو قدرنا نساعد الشباب الصغيرة أكيد مش هنتأخر. فاحنا بنعمل دورنا وبنحاول نعمل اللي علينا ونجتهد، وإن شاء الله اللي فيه الخير أكيد بنحاول نسعى إن احنا نساعد الشباب الصغيرة دي إنها تطلع وتروح بإذن الله. طيب أعطينا موضوع النادي أو الشركة ما شاء الله الجديدة، ألف مبروك حبيبي. والله احنا الحمد لله عندنا نادي سبورتنج كاسل. انا ماسك التدريب الرياضي فيه. بنصب لمصلحه الاولاد الصغار، مش بنحاول نستثمر فيهم ونحاول ان احنا نسوق بشكل كويس. طبعا مسجل في الاتحاد المصري. مسجل، ونادي بيلعب درجه ثالثه في التصنيف. درجه ثالثه، ونادي ناس محترمه جدا، الاداره بتاعتهم الناس كلها عندها فكر ان هم يطوروا من الرياضه ومن الكوره بشكل خاص. فبنسال ربنا. احنا بنحاول زي ما بقول لك ان احنا نجتهد ونقدر نسوق اللعيبه بشكل كويس، نكون سبب ان احنا عن طريق الفكر المحترم بتاع الاداره مع الخبرات اللي موجوده ان احنا نقدر باذن الله نسوق اللعيبه ويبقى ليهم خبره في المجال الرياضي، ويقدروا باذن الله يبقوا اضافات للانديه باذن الله الكبيره. نادي كاس سبورتنج كاسل. طيب هو يعني برضو بيستقبل الفئات السنيه طبعا من انحاء جمهوريه مصر. وعندنا فريق اول، فشغالين على كله يعني الحمد لله. النادي محترم، نادي لسه تحت لا، النادي متأسس في 2012، كان في طنطا ما شاء الله. القاهرة. فبنتمنى بإذن الله إن احنا نقدر نشتغل ونوسع القاعدة بشكل كويس بإذن الله ومحترم. مدربين، طاقم فني، طبعا كل حاجة. نتمنى لك التوفيق يا كابتن شهاب، والحديث بقية إن شاء الله مع الفئات السنية بنشوفه. حبيبي.